جاء في الحديث الشريف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. زكاة الفطر لون من ألوان شكر الله على نعمه وفضله، أن أعاننا على صيام نهاره وقيام ليله، وحتى ندخل السرور والبهجة على قلوب الفقراء والمحتاجين، وحتى يتحقق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لذلك كانت الحكمة من صدقة الفطر أو زكاة الفطر أولا هي طهرة للصائم من اللغو والرفث، فهي تجبر أي خلل حدث في الصيام، كما يجبر سجود السهو أي خلل يحدث في الصلاة. لذلك هي طهرة للصائم من اللغو والرفث، من أي أمر جرح صيامه، كما أنها كما قلنا طعمة للمساكين، لأن الرسول عليه السلام قال: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. الفقير يحتاج إلى شراء ملابس العيد، حلويات العيد، طعام العيد لأبنائه. الأبناء الفقراء لا يعرفون أن أباهم فقير، لذلك يجب على الأمة أن تخرج زكاة أموالها، ويجب عليهم أن يخرجوا زكاة فطرهم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أن الرسول عليه السلام فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، ويجوز إخراجها من بداية شهر رمضان، والأفضل إخراجها في الأيام الأخيرة، وأفضل وقت لها أن تكون في ليلة العيد حتى يقوم الفقير بشراء ما يحتاج إليه وأسرته في أيام العيد. فعلينا جميعا أن نخرج هذه الزكاة، هذه الصدقة، وأن يزيد الموسر حتى يكرمه الله بالأجر العظيم. فإدخالك السرور على أخيك المسلم هو من أفضل القربات، وكما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.